لما جوزك يبعد ويشتغل علشان يوفرلك حياة كريمة وانت عديمة المسؤولية، هو بيشتغل ويشقى ويتعب ويبعد علشان لما يرجع يلاقيكي ماسكة الموبايل 24 ساعة وانتي مش معاه، انتي مع النت. هو راجع علشان يتحط على جنبه وكأن ملوش قيمة في بيت هو اللي شقيان عليه. انت كنت زمان غير كده، كنت بتحسي بيه، بتستقبليه بروحك وقلبك وبكلمة حلوة. ليه اتغيرتي؟ دلوقتي النت اخدك منه والموبايل بقى اغلى منه. طيب هو راجع ليه؟ جوزك بيبعد ويعيش وحيد علشان يوفرلك حياة مرتاحة، مش مستني تقابليه بالبرود ده. جوزك بيدور على بيت دافي، على ست تحس بقيمته وبوجعه وبمشاكله. واضح انك نسيتي مين اللي واقف في ظهرك ومين اللي شايلك على راسه. بس خدي بالك، الراجل لما يحس ان مراته مش حاسة بيه بيتغير وبيسكت، وسكوت الراجل اصعب من زعله. الست اللي ما تصونش جوزها ما تستحقش فرحته لما يرجع. نصيحة: ما تغلطيش الغلطة اللي تكسر جوزك. الغلط اخره ندم، وانتي اللي هتندمي في الاخر. كفاية انك عند ربنا مش زوجة صالحة الا من رحم ربي.